استلمت كارت جديد بتاع فيزا بتاع الحساب الجاري بتاعك. لو انت استلمت كارت جديد تعمل ايه وازاي تفعله وازاي ان انت تقدر ان انت تسحب بيه، وايه هي الطرق اللي تقدر ان انت تعملها عشان تفعل الكارت بعد ما تستلم. تعالوا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نعمل شير ولايك وكومنت عشان نوصل الفيديو لكل واحد عايزين ان هو يستفيد معانا. صلوا بينا على النبي يا جماعة. دلوقتي حضرتك عندك حساب جاري، الحساب الجاري بتاعك بيتعمل له اصدار لكارت بتاع الحساب الجاري. الحساب الجاري الكارت اللي بيطلع اسمه كارت خصم مباشر. كارت خصم مباشر. الكارت اللي بيطلع لو انت عامل فيزة مشتريات بيبقى ده اسمه كارت ائتمان. في فرق بين كارت الائتمان وبطاقة الخصم المباشر. هنتكلم النهاردة عن ايه؟ بطاقة الخصم المباشر بيبقى اسمها ديبت. الحساب بتاعك بيبقى اسمه حساب ديبت. طيب، اول ما بتفتح حساب في البنك بتدفع الرسوم، بيقول لك هيتم اصدار كارت. الكارت ده ممكن اعمله وممكن ما اعملوش. لا، لازم تعمله. ليه لازم اعمله؟ لان انا لما فتحت حساب جاري حطيت رصيد في الحساب ده. طيب، لما انا هاجي اسحب فلوس من الحساب الجاري بتاعي اسحب بايه؟ فانا لازم ان انا يبقى معايا الكارت بتاع الخصم المباشر عشان اقدر اسحب من المكنة بتاعة البنك من خارج البنك من غير ما ادخل، عشان ما ادخلش في الزحمة. طب لو انا حبيت اشتري حاجة بالكارت ده ينفع ولا ما ينفعش؟ الكارت بتاع الحساب الجاري بتاعك لو حبيت تعمل بيه اي مشتريات تقدر ان انت تعمل مشتريات. حلو، ماشي. نيجي بقى للنقطة بتاعت موضوع الحلقة. استلمت الكارت. في طريقتين للاستلام. الكارت يا اما يجي لك البيت، بتطلب في البنك تقول لهم يجيلي على عنوان المنزل، او ان هو يجي لك في فرع البنك اللي انت فاتح فيه الحساب بتاعك. دول الطريقتين. ماشي، حضرتك استلمت الكارت اهو، سواء بالطريقة دي او بالطريقة دي. الخطوة اللي وراها ايه بقى؟ اعمل ايه؟ لازم تعمل تفعيل او تنشيط للكارت. تفعيل او تنشيط للكارت. استلمت الظرف، فتحت لقيت الكارت بتاعي موجود. لو انا رحت اسحب بيه دلوقتي مش هيسحب. ليه؟ لان انا لازم الاول اعمل له تفعيل او تنشيط. دي خطوة اولى. وبعد كده بعمل ادخال رقم سري جديد. طيب، خلينا الاول في التفعيل او التنشيط. اعملها ازاي؟ في كذا طريقة نقدر نعملها. اول طريقة، البنك الفرع اللي انا فاتح فيه الحساب بروح له بيعمل لي عملية تنشيط او تفعيل للكارت. طب انا مش عايز اروح الفرع، عايز اعملها وانا قاعد في البيت، انشط الكارت وانا في البيت عن طريق الاهلي نت. انا هتكلم عن البنك الاهلي، وكل البنوك بيبقى لها مواقع على النت. عن طريق الاهلي نت بتدخل تعمل تفعيل او تنشيط كارت تم اصداره، وما بتعملش الخطوة دي غير لما تستلم الكارت في ايدك
وتراجع البيانات اللي عليه، تعمل التنشيط بعد الاستلام. حلو. نشطته عن طريق الاهل نت او عن طريق الفرع. في طريقه ثالثه، في طريقه ثالثه. ايه هي؟ المكنه بتاعه البنك نفسها تقدر تعمل التنشيط عن طريقها. بتدخل الكارت، كارت جديد، بيقول لك البطاقه دي جديده وان هو ما تمش استخدامها وان احنا هنقوم لازم بعمليه تنشيط ليها. موافق؟ هتقول له موافق. هيقول لك رقم الموبايل بتاعك، هتروح مدخل رقم الموبايل بتاعك، هيبعت لك عليه OTP او رقم سري او كود، هيتبعت لك على الموبايل بتاعك عشان يتاكد ان الكارت ده معاك وان الخط بتاع التليفون معاك. الرقم اللي هيجي لك هتدخله في المكنه، هيعمل لك عمليه التنشيط. احنا كده نشطنا الكارت خلاص. حلو. الخطوه اللي وراها ادخال الرقم السري الجديد. طيب الكارت لما انا دخلت في المكنه بيقول لي دخل الرقم السري. الرقم السري اللي انا هدخله بكتب 4 اصفار. الرقم السري اللي انا هدخله بكتب 4 اصفار عشان يفتح الكارت. بعد كده هي المكنه نفسها بتقول لك الكارت ده جديد وان هو اول مره يتم استخدامه، وانت كده خلاص نشطته. ادخل الرقم السري الجديد، تروح مدخل الرقم السري الجديد، يقول لك ادخله مره اخرى للتاكيد، تروح مدخل الرقم السري للتاكيد مره تانية. يبقى احنا كده دخلنا الرقم السري، يقول لك كده خلاص تم تنشيط وتفعيل، وتقدر ان انت تسحب بالكارت من المكنه او تتعامل عليه عمليات شراء، او اسحب من الماكينه. المهم ان هو كده تم تفعيله وان هو تم تنشيطه. الرقم السري ده في ناس بتروح كاتباه في ورقه وتروح حطاه في المحفظه جنب الكارت. يبقوا حاطين الكارت وحاطين الرقم السري كده في ورقه صغيره عشان لما المحفظه تضيع وحد يلاقيها يقدر ان هو يسحب بكل سهوله. طبعا الكلام ده غلط جدا. الكارت بتاعك لما تحطه في المحفظه ما تحطش الورقه اللي فيها الرقم السري ابدا جنبه، ابدا ابدا. سجلها في البيت، حطها في رقم تليفون بحيث يبقى رقم التليفون كذا 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 واخر 4 ارقام. مثلا هنقول ايه، محمد نجم. هسجل عندي على مثلا على التليفون واحد اسمه محمد نجم، وهكتب رقم موبايل عادي واخر 4 ارقام في محمد نجم، ده هو ده الرقم السري بتاعي. دي طريقه عشان لو انت ما تنساش ويبقى انت مسجلها، ولو حد فتح الموبايل بتاعك مش هيعرف ان ده ابدا الرقم السري بتاع الكارت بتاعك. انا بقول لكم على طريقه، وفي طبعا اكتر من طريقه ان انت تحافظ بيها على بياناتك، لكن ما تحطش ابدا الرقم السري مع الكارت عشان لو لا قدر الله ضاع وحد لقاه ان هو ما يقدرش ان هو يستخدمه. كده احنا قلنا الطريقه بالمختصر المفيد، وقلنا كل الطرق اللي احنا نقدر نعملها للتنشيط ومن البيت وكل حاجه. اهم بقى حاجه عليك، دورك ان انت تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في التعليقات، ان انت تعمل شير ولايك وكومنت عشان الفيديو يوصل لكل واحد احنا عايزين ان هو يستفيد معانا من الكلام ده.